السلام الله عليكم طلابنا وحبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وعافيه وسلام. معاك مستر محمد عبد العزيز، مدرس ماده الرياضيات للثانويه العامه على منصه سحاب. النهارده يا صديقي طالعين معاك لفيديو مراجعه شهر مارس. مراجعه شهر مارس يا بطل، فلو انت فاتك اي حاجه ما تقلقش، هنظبط لك الدنيا ان شاء الله في الفيديو ده. هتبقى مراجعه كافيه ووافيه باذن الله وشامله وكامله فيها كل حاجه. فيلا بينا كده نبدا. بس قبل ما نبدا سمي الله وصلي على رسول الله وجهز ورقه وقلم واستنى كده واكتب كل الملاحظات اللي انا هقولها لك. وكمان يا صديقي ما تنساش تدعي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما، اللهم امين. اللهم بارك لنا في اوقاتنا، اللهم امين. يلا بينا نبدا يا صديقي. مجمعين لك يا صديقي بعض الاسئله المهمه جدا جدا اللي موجوده عندك في الجزء اللي هتمتحن فيه. فيلا بينا نبدا كده مع بعض بفرع الجبر. في فرع الجبر يا صديقي أول حاجة إحنا كنا بنتكلم عن المصفوفات. فأنا جايب لك هنا مصفوفة زي ما أنت شايف كده اسمها المصفوفة ألف. طيب تعالى كده نتعلم حاجة في المصفوفة ألف دي. المصفوفة اللي قدامك يا قلبي ديت عبارة عن صفين، ده الصف الأول وده الصف الثاني، وكمان فيها عمودين، ده بنسميه العمود الأول وده كمان العمود الثاني. فالمهم يا صديقي ان المصفوفه ديت احنا بنقول عليها ان هي مصفوفه على النظم 2 في 2. طالما انت بتقول لي ان فيها صفين وعمودين تبقى 2 في 2. كذلك المصفوفه دي هتلاقيها برضه على النظم 2 في 2 لان هي عباره عن صفين وعمودين. طيب بص يا قلبي، تعال نشوف احنا كده بنتكلم عن ايه. هو بيقول لك هنا انا عايز اجيب الف 2 1. يعني ايه يا مستر الف 2 1؟ ألف 2 1 دي يا حبيب قلبي يعني ألف العنصر اللي موجود جوه ألف في الصف الثاني والعمود الأول، لأنه بيقول لك 2 1. فالأول عدد ده بيشير إلى رقم الصف والعدد اللي بعده رقم العمود. فكده احنا بنتكلم عن العنصر اللي هو موجود في الصف الثاني والعمود الأول. مين يا مستر اللي موجود معانا في الصف الثاني والعمود الأول بالنسبة للمصفوفة ألف؟ تعال نشوف. الصف الثاني العمود الاول، فهتلاقي سالب 2. بعد كده زائد، احنا بنتكلم هنا عن جيم 1 2. يعني ايه جيم 1 2؟ يعني جيم اللي موجوده العنصر اللي موجود جوه جيم في الصف الاول والعمود الثاني. في الصف الاول العمود الثاني فهتلاقيه 7، فسالب 2 وموجب 7 تطلع في الاخر بتساوي كام؟ 5 يا قلبي. فبالتالي يبقى الاجابه هتساوي 5. رقم 2. رقم 2 جه قال لك اذا كانت المصفوفه الف على النظم 2 في 3 فيبقى عدد عناصر المصفوفه بكام؟ بص يا قلبي صلى على النبي، لما اجي اطلب منك عدد عناصر المصفوفه هات لي قيمه النظم. لكن لما اجي اقول لك اسالك عن النظم تقول لي 2 في 2 وما تجيبش القيمه، 2 في 2 بس ما تجيبش القيمه خالص، فكده ده اسمه نظم المصفوفه. لكن انا لو عايز اجيب عدد العناصر هات قيمه النظم، فانت بتقول لي 2 في 3 ف2 في 3 ب6، فبالتالي يبقى قيمه عدد العناصر بتاعت المصفوفه بتساوي 6 عناصر. طب السؤال اللي بعده جه لك انا عندي ب مصفوفه على النظم 3 في 1، فانا عايز اجيب ب مد. يعني ايه يا مستر ب مد ديت؟ ب مد ديت يعني انا عايز ادور المصفوفه. ايوه يعني ايه برضه ادور المصفوفه؟ يعني هخلي الصف عمود والعمود يبقى صف، يعني هبدل الصفوف مع الاعمده. فلو احنا بنقول 3 في 1 احنا اتفقنا ان الثلاثه ديت بتكون رقم الصف والواحد ده بيكون رقم العمود. فلما اجي اقول لك هات لي ب مد هبدلهم، فبالتالي بدل ما 3 في 1 لا يا مستر احنا هنقول كام؟ هنقول 1 في 3، فهتبقى الاجابه يا قلبي هي عباره عن 1 في 3. طيب تعال نشوف كمان مثال. بص يا حبيبي جه قال لك رقم 4 اذا كانت الف مصفوفه على النظم 3 في 2. فالمهم انا عايز اجيب 2 الف. طب صلى على النبي، يعني ايه يا مستر 2 الف؟ 2 الف ده يا قلبي يعني انا هضرب كل عنصر من عناصر المصفوفه في 2. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا مثلا بص لو عندنا مصفوفه اهي، تعال جاهزه اهي، عندنا مصفوفه زي الالف الجميله اللي قدامك ديت، مصفوفه اهي اضربها في 2. يعني العنصر ده هيتضرب في 2 وده 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 في 2. سؤال بقى، هل النظم هيتغير؟ لا، النظم هيفضل زي ما هو. فعشان كده انا بقول لك ان المصفوفه 3 في 2، يبقى لما اجي اقول لك هات لي يا قلبي 2 الف النظم بتاعها هيكون كام؟ برضه قول لي 3 في 2 يا ولا.
ولا يشغلك الاثنين الف ديت، ولا يشغلك اي عدد اتضرب في المصفوفه الف. تمام كده؟ تمام. طب تعال نشوف اللي بعدها. قال لك ايه في اللي بعدها؟ ده انا عندي مصفوفه الف زي ما انت شايف كده، وفي مصفوفه ثانيه اسمها ب عباره عن الف مد. تعالى بقى ندور الالف. طالما انا بقول لك الف مد، الف مد يعني انا هخلي الصف يتكتب عمود، يعني تحت بعض. يبقى 3 تحتيها -2 تحتيها 7، بعد كده 5 تحتيها -4 تحتيها 2. تمام كده يا قلبي؟ تعال نشوف بعد كده الراجل بيكلمك في ايه. المهم احنا بنقول عايزين الف 1 3. يعني ايه الف 1 3؟ يعني الف العنصر اللي موجود جواها في الصف الاول العمود الثالث. في الصف الاول العمود الثالث. يا مستر ده 7، فهتقول لي يا قلبي ان دي 7 زائد. بعد كده بنتكلم في ب 3 1. يعني ايه ب 3 1؟ يعني ب اللي موجوده، العنصر اللي موجود جوه ب في الصف الثالث العمود الاول. الصف الثالث ايوه العمود الاول ده برضه 7، فهتيجي تقول لي يا مستر دي عباره عن 7، ف7 و7 كام؟ 14، فتبقى الاجابه من هنا يا قلبي بتساوي 14. طب نشوف السؤال اللي بعده. قال لي اذا كانت الف او اسف مصفوفه قدامك جميله اهيت، ودي بنقول عليها مصفوفه قطريه. ايه يا مستر مصفوفه قطريه دي؟ قال لي يا حبيبي ان المصفوفه القطريه بيكون ايه؟ اول حاجه لازم تكون مربعه. يعني ايه مستر مربعه؟ يعني مثلا 2 في 2، 3 في 3، 4 في 4، 1 في 1، يعني عدد الصفوف قد عدد الاعمده. جميل. كمان قال لي ان المصفوفه القطريه ديت بيكون ليها قطر رئيسي. ايه القطر الرئيسي ده؟ بص يا قلبي كده معايا، تعالى كده معايا هنا. بص لو جيت بصيت معايا المصفوفه ديت هي فعلا عباره عن 2 في 2، لان عباره عن صفين في عمودين. حلو الكلام. لو جيت بصيت بقى معايا وركزت كده هتاخد بالك ان في حاجه كده تشبه القطر اللي انت شايفه اللي انا ملونه لك ده بنقول عليه القطر الرئيسي. فالمصفوفه القطريه بيكون عندها ايه يا شباب؟ بيكون عندها قيمه القطر الرئيسي اعداد، لكن غير القطر اصفار. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مثلا ده بره القطر، فالعنصر اللي بيكون بره القطر ده بيكون بصفر، فيبقى من هنا 20 ناقص ال2 س دي المفروض بتساوي صفر. خرج ال2 س بعكس الاشاره، يبقى ال20 هتساوي 2 س على ال2، فتطلع ان الس في الاخر يا قلبي بكام؟ ب10. فكده انا جبت قيمه الس. على الناحيه الثانيه هتروح تقول لي يبقى 3 ناقص 6 ص الكلام ده بيساوي صفر. خرج ده بره، يبقى التلاتة بتساوي الستة صاد، اقسم على الستة فيطلع ان الصاد بتساوي نص. يبقى كده احنا جبنا قيمة الايه؟ السين والصاد الحمد لله. فهو عايز ايه يا حبيبي؟ قال لك اوجد قيمة س زائد 2 صاد. طب ما السين جبناها ب10 زائد 2 صاد يعني 2 في صاد، الصاد اللي هي نص، ف2 في نص بواحد زائد ال10، فيطلع الاجابة في الاخر يا صديقي بكام؟ ب11. حلو الكلام. تعال نكمل. يلا بينا. بص يا قلبي، قال لك انا عندي هنا مصفوفه زي ما انت شايف فيها س اس 2 ناقص ص اس 2 و4 و8 و14 بتساوي اللي قدامها. صلي على النبي. طالما عندي مصفوفتين بيساووا بعض يبقى كل عنصر هيساوي اللي قدامه. يعني ايه يا مستر؟ يعني معنى كده ان س اس 2 ناقص ص اس 2 دي هتساوي ال 12، ثم دي هاجي احللها افتح قوسين، هنا س ناقص ص وهنا س زائد ص. طيب وايه كمان يا مستر؟ نيجي بعد كده هنساوي العنصر اللي بعده، فالاربعه هنقول بتساوي ديت، فيبقى س زائد ص ب4. قال لا ده انا ممكن اشيل س زائد ص دي واحط 4، فقول لي بقى كام في 4 يديني 12؟ كام يا مستر؟ 3. فيبقى من هنا يا شباب س ناقص الصاد هتساوي 3. بعد كده هنا 8 وهنا 8، 14 و14. شكرا على كده. فانا عايز اجيب س ناقص الصاد، طلعت معانا بكام يا شباب؟ ب3، فيبقى الاجابه الف. طب تعالى نشوف اللي بعدها. يلا بينا. في اللي بعدها بيقول لك اذا كانت المصفوفه اللي قدام سعادتك مصفوفه متماثله. يعني ايه يا مستر مصفوفه متماثله دي؟ قال لي المصفوفه المتماثله بيكون فيها خاصيه صغيره جميله قوي كده، بيكون فيها الالف بيساوي الالف مد، يعني المصفوفه بتساوي المدور بتاعها. طيب حلو الكلام. زيد لك على الحته ديت حته مهمه قوي، ملحوظه مهمه وعايزك تكتبها لي، تسجلها لي كده في الكراسه بتاعتك. الحته دي بتقول لك ايه؟ ان المصفوفه المتماثله هتلاقي ان العناصر بالنسبه للقطر الرئيسي، ده القطر الرئيسي زي ما اتفقنا كده يا شباب،
المهم ده القطر الرئيسي. المهم يا قلبي العناصر اللي فوق القطر هي نفسها العناصر اللي تحت القطر. يعني اللي فوق القطر بيساوي اللي تحت القطر، والله. فهلاقي ان الاتنين س ناقص 4 بتساوي اللي قدامها اللي هو سالب 2. فتعالى نسجلها يلا كده مع بعض. يلا يا قلبي تقول لي 2 س يا مستر ناقص 4 بتساوي السالب 2. ارمي لي ده بره. يبقى ال 2 س بتساوي سالب 2 زائد 4 فتطلع ب 2 على ال 2 وعلى ال 2. فالس يا قلبي هتطلع بتساوي كام؟ 1. يبقى احنا كده جبنا قيمه الس ب1. طب تعالى نشوف اللي بعدها. قال لي اذا كانت الف مصفوفه شبه متماثله. شبه متماثله بقى مالها؟ تعالى اقول لك. الشبه متماثله ديت بيكون فيها قيمه الالف بيساوي سالب الف مد. يعني العنصر بيكون سالب المدور بتاعه. يعني العنصر بيكون بيساوي سالب اللي قدامه في المدور. المهم في المصفوفه الشبه متماثله كمان بيكون عناصر القطر الرئيسي بصفار. ودي ملحوظه اسجلها. عناصر القطر الرئيسي بكام؟ بصفار. ايه القطر الرئيسي ده؟ مش لسه قلنا ان فيها حاجه اسمها في المصفوفه المربعه القطر الرئيسي؟ طيب المصفوفه ديت عباره عن كام في كام؟ المصفوفه اللي معانا دي عباره عن 3 في 3. يعني ايه 3 في 3؟ يعني هيكون فيها 3 صفوف. بص كده معايا. ده الصف الاول. ادي كده 1 2 3 صفوف. وكم عمود بقى؟ في 3 اعمده. 1 2 3. المهم لو جينا كتبنا كل عنصر فده هيكون ألف 1 1. ده ألف 1 2. ألف 1 3. ألف 2 1. ألف 2 2. ألف 2 3. ألف 3 1. ألف 3 2. ألف 3 3. تمام يا قلبي؟ المهم احنا بنقول ايه؟ ان المصفوفه دي عناصر القطر الرئيسي بتاعها بيكون بصفار. فهو بيقول لك اجمع الف 1 1 والف 2 2 والف 3 3. فدول هيكون مجموعهم في الاخر بكام؟ بصفر. طب تعالى نشوف المثال اللي بعده. في المثال اللي بعده بيقول لك انا عندي 2 س بتساوي المصفوفه ديت زائد المصفوفه دي بتساوي مستطيل. ايه المستطيل ده؟ المستطيل ده اسمه المصفوفه الصفريه. يعني ايه برضه مصفوفه صفريه؟ المصفوفه الصفريه دي مصفوفه بيكون كل عناصرها بصفار زي اللي انت شايفها قدام سعادتك دي. المهم يا قلبي طالما انا عندي في مصفوفتين جمعهم يديك المصفوفه الصفريه يبقى الاثنين دول معكوس جمع البعض. يعني ايه يا مستر معكوس جمع البعض؟ مش فاهم، افهمك. يعني حضرتك هتروح تقول لي ان الاثنين س دي هتساوي اللي قدامها بس بعكس الاشاره. بعكس الاشاره يعني ايه يا قلبي؟ يعني ايه؟ هتبقى 2 سالب 4 0. فهمت ليه؟ لان طالما انا بجمع 2 وناتج جمعهم بيساوي صفار يبقى دول معكوس جمع البعض. تمام؟ المهم نيجي بنساوي بقى. بما ان دي 2 س انا عايز بس الس اقسم كل الكلام ده على الاثنين. فدي هنقسمها على الاثنين 1 على الاثنين 1 على الاثنين سالب 2 على الاثنين 0. فيطلع شكلها كده 1 1 وسالب 2 و0. فيبقى الاجابه هتقول لي يا قلبي 1 1 وسالب 2 و0. يبقى الاجابه ايه؟ دي. لا تمام كده يا صديقي؟ تمام. نيجي نشوف المثال اللي بعده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك هنا يا محترم في المثال ده عندي هنا مصفوفه بتساوي س مضروب في المصفوفه دي. فالسين هنضربها جوه المصفوفه. فتعالى نضرب مع بعض واحده واحده. فس في صفر بصفر، وس في 1 بس، وس في 5 ب5 س، وس في 0 بصفر. بعد كده قال لك ناقص. بلاش ناقص، خليها زائد. ونيجي نمسك السالب ص ديت نضربها هنا كلها. فسالب في سالب بموجب، ص في 2 ب2 ص. بعد كده سالب في سالب ص في 0 بصفر، سالب ص في 0 بصفر، سالب ص في 1 بسالب ص. المهم تعالى نجمع. فصفر مع 2 ص ب2 ص، وس مع صفر بس، و5 س مع صفر ب5 س، وصفر مع سالب ص بسالب ص. هنساوي بقى الكلام الجميل ده بالمصفوفه اللي هو مديها لك. فلما نروح نساويهم ببعض هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انا معايا هنا مثلا الستة هتساوي اللي قصادها اللي هي 2 ص. فتروح تقول لي يبقى ال 2 ص 2 ص بتساوي الستة على الاثنين وعلى الاثنين، فيطلع ان الصاد بتساوي 3. بعد كده كمان هنروح مثلا نروح نقول ان الواحد بيساوي الس.
فيبقى كمان عرفنا قيمه السين ان هي بتساوي الواحد. فهو عايز يجيب ايه؟ قال لي هات لي مجموعهم، عايز اجيب س زائد ص، فلما اجي اجمع 3 و1 هيطلع الاجابه في الاخر بكام يا قلبي؟ ب4. طيب تعال نشوف اللي بعده، يلا بينا. اللي بعده بيقول لك لو انا عندي الف زائد الف مد ده بيساوي المصفوفه الصفريه. طب انا لو جيت خدت ده بره بعكس الاشاره استنتج ايه؟ استنتج ان الالف هيساوي سالب الف مد. مش احنا قلنا لو الالف بتساوي سالب الف مد يبقى دي مصفوفه نوع ايه؟ شبه متماثله. طالما سالب الف مد يبقى الاجابه شبه متماثله. طب اللي بعدها. في اللي بعدها بيقول لك هنا يا قلبي ان الف مصفوفه متماثله. كلمه متماثله يعني الالف هتساوي الف مد، ده معنى متماثله. فبقول لك هنا هات لي نص الف زائد الف مد. طيب ايه المشكله؟ تعالى اقول لك. احنا ممكن نشيل الف مد ونحط مكانها الف، ايه المشكله يعني؟ فتبقى الف والف ب2 الف مضروبه في نص تطلع الاجابه في الاخر الف. يبقى الاجابه هنا هتساوي الالف. تمام يا قلبي؟ تمام يوم. تعال نشوف حاجه كمان. بص يا صديقي، قال لك لو انا عندي مصفوفه الف على النظم م في ن وب على النظم ر في ل، فإن حاصل ضرب أ في ب يكون ممكنا إمتى؟ أ في ب يعني أنا عايز أضرب المصفوفة أ في الب، وعشان أضرب مصفوفة أ في ب لازم في شرط يتحقق، لازم يكون إن عدد الأعمدة بتاعة الأولى هي نفسها عدد الصفوف بتاعة الثانية، فبالتالي لازم النون تكون بتساوي الر، فتبقى الإجابة هي ب إن النون بتساوي الر. طب اللي بعدها قال لك أنا عندي هنا أ مصفوفة على النظم 3 في 1. طيب خليك معايا كده واحدة واحدة. 3 في 1 وب مصفوفة على النظم 1 في 3. فهل أ في ب ديت هتبقى على النظم كام في كام؟ صلى على النبي. أ في ب هل الشرط متحقق؟ تعال نشوف كده مع بعض. أنا بقول لك هنا 3 في 1. مين النهاية؟ 1. مين البداية؟ 1. جميل، الشرط اتحقق. بعد كده لو طيرت الاثنين دول مع بعض ايه اللي هيبقى؟ 3 في 3. فهتبقى الإجابة هنا إن اللي هي المصفوفة الناتجة هتبقى عبارة عن 3 في 3. طب تعالى نشوف اللي قدامها بدل ما ننزل لتحت بعدين نرجع تاني زي ما انا عملت كده في الصفحه اللي فاتت، يعني نسهل على بعض. احنا هنا عايزين نضرب المصفوفتين دول في بعض بيساوي الاي. طب تعالى سمي الله كده وصلي على رسول الله وتعالى نضرب مع بعض المصفوفتين دول في بعض. احنا عشان نضرب بناخد الصف نضربه في العمود. فتعالى نضرب مع بعض واحده واحده. 4 في 1 ب4 و1 في 3 ب3 ونجمع. بعد كده نفس الصف مع العمود اللي بعده. 4 في سالب 1 بسالب 4 1 في س بس. طيب تعالى هات لي الصف اللي بعده. 3 في 1 ب3 1 في 3 ب3. طب يلا هات العمود اللي بعده. 3 في سالب 1 بسالب 3 1 في س بس. المهم الكلام ده بيساوي اي. انت عارف مين اي ديت؟ اي دي بنقول عليها مصفوفة الوحدة. فاي ديت بتكون عبارة عن 1 وصفر وصفر وواحد. ده شكل الاي. المهم يا قلبي احنا هنروح بقى نعمل ايه يا شباب؟ هنساوي كل عنصر باللي قدامه. يعني مثلا ايه ده؟ ازاي؟ في حاجه غلط. 4 في 1 ب4 1 في 3 ب3 نجمع. ده ازاي بيساوي اي؟ و4 4 في سالب 1 بسالب 4 1 في س بس. غريبة، في حاجة غلط، المفروض دي تبقى ناقص. طيب بصوا يا شباب هنعدل بس حاجة بسيطة كده. نخلي دي سالب 3. حاجة بسيطة جدا عشان بس ايه تبقى ماشية معاك مظبوطة ما فيهاش غلطة يعني. المهم يا شباب تعالى ايه اقول لك هنعمل ايه بعد كده. بعد كده احنا هنروح ناخد السالب 4 زائد س دي نساويها بالصفر. فانت هتقول لي كده ان سالب 4 زائد س بتساوي صفر. ارمي لي السالب 4 بره فمنها الس هتطلع بتساوي كام؟ 4. فكده نكون جبت قيمة الس. ماشي. تعال نشوف اللي بعده. اللي بعده ده بنسميه محدد. عشان اجيب قيمة المحدد ده فاحنا بنعمل مقص. يعني ايه بنعمل مقص؟ يعني انا هروح اعمل اضرب ده في ده وده في ده، بمعنى هضرب السالب 2 في الصفر، فسالب 2 في صفر بصفر ناقص دي ثابته دي قانون. اضرب بعد كده السالب 2 في 4، فسالب 2 في 4 بسالب 8 مع السالب اللي هنا يبقى موجب 8. فصفر و8 هتطلع الاجابه في الاخر 8 يعني الاجابه ب. طب تعالى نشوف اللي بعده، يلا بينا. قال لك ايه هنا؟ اذا كانت ا مصفوفه على النظم 2 في 3 وب مد
على النظم 1 في 3. طالما ب مد على 1 في 3 فبالتالي يبقى من هنا ب هتكون عباره عن 3 في 1. يعني انا عملت ايه؟ بدلت دول. فانا عايز اجيب ا في ب. طب تعالى كده مع بعض واحده واحده نجيب ا في ب. هات لي ا 2 في 3 في هات لي ب 3 في 1. فانا هلاقي ان النهايه زي البدايه، فيبقى لي كام في كام؟ 2 في 1، يبقى هي دي الاجابه. طب تعالى للي بعدها. قال لي لو انا عندي مصفوفه ا وب عباره عن مصفوفتين والف في ب بتساوي المصفوفه اللي انت شايفها. عايز اجيب ب مد في ا مد. صلى على النبي. ب مد في ا مد هي نفسها ا في ب الكل مد. يعني دي من ضمن الخواص بتاعه ضرب المصفوفات، ان ا في ب الكل مد بتساوي ب مد في ا مد. المهم انا هاخد المصفوفه ا في ب دي وادورها، فهخلي الصف يبقى عمود، يبقى 3 تحتها -1 و4 تحتها 5. فهتلاقي ان الاجابه 3 -1 و5، يبقى الاجابه ب. طب تعالى نشوف المثال اللي قدامها. يلا بينا كده. قال لي اوجد قيمه المحدد ده. صلى على النبي. المحدد ده فيه حاجه مهمه او مميزه فيه. لو جينا بصينا على القطر الرئيسي هتلاقي ان كل العناصر اللي فوق القطر كلها بصفار، فده بنسميه محدد المصفوفه المثلثيه. المهم عشان اجيب قيمته فانا بضرب العناصر اللي موجوده جوه القطر في بعض بس بمعنى هضرب 2 في 3 في 5، ف2 في 3 ب 6 و5 في 6 ب 30، يبقى الاجابه بتساوي 30. بس كده، شكرا على كده اتعشت. طب تعالى نشوف اللي بعدها. يلا بينا. بص يا قلبي، تعالى نفك المحدد ده. نفس الفكره بالظبط. هلاقي المحدد ده اللي فوق او اسف اللي تحت القطر هتلاقيهم كلهم اصفار، فبالتالي يبقى انا هضرب دول في بعض. فهضرب 1 في -1 في 1، 1 في -1 في 1 ب1. طب تعالى هنا ديت انا قايلها لك عليها اس 2 ولا يشغلك. فك ده الاول. فلما فك ده الاول هضرب 3 في 5 ب 15 ناقص -7 في -2، فسالب في سالب بموجب، و2 في 7 ب 14، 15 ناقص 14 1. حط لها اس 2 فهتطلع بكام؟ في زي ما هو قايل 1 وعليها اس 2 ب1. فسالب 1 في 1 هتديك -1 في الاخر، يبقى الاجابه ج. طيب تعالى نكمل. بص يا قلبي، المصفوفه اللي معانا دي مصفوفه على النصب كام في كام؟ 2 في 2. تعلم اللي انا هقوله لك دلوقتي. لما اجي اقول لك هات لي محدد ال 2000، يعني اعمل ايه؟ صلى على النبي. من ضمن خواص المحدد ان انا لو في عندي عدد جواه وخرجته بره فدي هتبقى 2 مضروبه في محدد الالف، ولكن العدد ده لما يجي يخرج بره المحدد ياخد الاس للنظم اللي موجود. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني الاثنين دي تاخد لها اس من هنا، فتاخد لها اس 2، وتحت زي ما مكتوب 2 في محدد الالف. طب يا مستر يعني انت قصدك تقول لي ان لو كان مثلا المصفوفه دي 3 في 3 الاثنين دي لما تخرج بره هتبقى 2 وعليها اس 3؟ ايوه فعلا كلامك مظبوط. فالمهم لما نيجي نختصرها هطير محدد الالف مع محدد الالف، فيبقى 2 اس 2 ب4 على الاثنين، فالاجابه هتطلع في الاخر بكام؟ ب2. تمام كده يا قلبي؟ تمام. نشوف اللي بعده. اللي بعده بيقول لي انا عندي هنا الف زي ما انت شايف، عايز اجيب الف تربيع. يعني ايه الف تربيع؟ اضربها في نفسها. فهنمسك المصفوفه اللي معانا اللي هي الف ديت اضربها في 2 و-1 و4 و-2. اضرب يا قلبي. فلما اجي اضرب هضرب الصف في العمود. اضرب الصف في العمود. اضرب يلا معايا واحده واحده. ف2 في 2 ب4، و-1 في 4 ب-4، و2 في -1 ب-2، و-1 في -2 بموجب 2. بعد كده اخد الصف اللي بعده في العمود. 4 في 2 ب8، و-2 في 4 ب-8، 4 في -1 ب-4، و-2 في -2 بموجب 4. اختصر. فلما نيجي نختصر 4 ناقص 4 صفر، و-2 زائد 2 صفر، و8 ناقص 8 صفر، و-4 زائد 4 صفر، كلها بصفار. فصفار يعني مصفوفه صفريه. فين المصفوفه الصفريه اللي معانا؟ طبعا احنا عندنا مصفوفه صفريه على النظم 2 في 2، يبقى الاجابه دي. طيب شوف اللي بعده. بص يا صديقي، السؤال هنا بيقول لك انا عندي زي ما انت شايف الف بالشكل اللي انت شايفه، عايز اجيب الف اس 4. احنا مش هنروح نجيب الف اس 4 خبط لزق كده على طول،
هنروح الاول نجيب الف اس 2. فديت هي عباره عن الف اس 2 الكل اس 2. فالف اس 2 يعني انا هضرب دي في نفسها فتبقى 3 و3 وسالب 1 وسالب 1 مضروبه في نفسها. اضرب يا قلبي. لما اجي اضرب زي ما اتفقنا صف في عمود، فاضرب كده معايا واحده واحده. هضرب الصف ده في العمود ده، ف3 في 3 ب9، و3 في سالب 1 بسالب 3، و3 في 3 ب9، و3 في سالب 1 بسالب 3. هات لي يلا الصف اللي بعده. سالب 1 في 3 بسالب 3، سالب 1 في سالب 1 بموجب 1، سالب 1 في 3 بسالب 3، وسالب 1 في سالب 1 بموجب 1. كمل يوم. عندي 9 ناقص 3. 9 ناقص 3 دي هتديك كام؟ 9 ناقص 3 بتساوي 6. بعد كده 9 ناقص 3 تاني 6. بعد كده سالب 3 زائد 1 بسالب 2. سالب 3 زائد 1 بسالب 2. ده اللي طلع. فأنا عايزك تاخد بالك من حاجة. إن اللي طلع ده كان عبارة عن ألف أس 2. إيه علاقة ألف أس 2 بالألف أصلا؟ تلاقي هي نفسها بس باختلاف حاجة واحدة، إن هي كل عنصر مضروب في 2. يعني مثلا ده 3 بقى 6، ده 3 6، سالب 1 بقت سالب 2، سالب 1 بقت سالب 2. فبالتالي يبقى ايه اللي بنعمله هنا؟ ان احنا بناخد قيمه الاس ده. احنا معانا بنتكلم مثلا ان احنا عندنا هنا في اس 2، فانا خدت الاس اللي هو 2 ده ضربته في العناصر. فبالتالي لو انا بقول لك هات لي الف اس 4، يبقى معنى كده ان انا هضرب كل عنصر من المصفوفه ديت في 4. فيبقى الف اس 4 دي عباره عن اضرب ده في 4 ب 12، دي في 4 ب 12، دي في 4 بسالب 4، ودي في 4 بسالب 4. فيبقى ده شكلها في الاخر. فهتبقى الاجابه هي عباره عن 4000. ماشي. طب تعالى لدي. في واحده قبلها. ماشي. تعالى للي قبلها الاول. تعالى نضرب الاثنين دول في بعض. بس قبل ما نضرب، هو س زائد 2 دي هيجرى حاجه لو انا كتبتها 2 زائد س؟ طبعا عادي جدا، مفيش مشكله لو بدلت. اضرب بقى. فلما اجي اضرب هلاقي ان ده وده توأمين. فبنضربهم ازاي؟ الاول في الاول والثاني في الثاني. ف2 في 2 ب4. وبعد كده سالب في موجب بسالب، س في س بس تربيع، ناقص دي ثابته عشان بتاعت القانون، سالب 3 في 2 بسالب 6، مع السالب يبقى موجب 6. الكلام ده بيساوي 1. المهم يا قلبي، لما نيجي نختصر هيبقى عندك هنا 4 وموجب 6 ب 10، ارميها بره. يبقى سالب س تربيع هتساوي 1 ناقص 10 يعني سالب 9. السالب هيطير مع السالب يبقى س تربيع بتساوي 9، خد الجذر فتطلع من موجب او سالب ايه؟ 3. تعالى للمحدد اللي بعده ده. هتلاقي هنا في المحدد اللي بعده زي ما انت شايف نفس الكلام برضو. كل اللي فوق القطر بصفار. اضرب دول في بعض. فلما اجي اضرب دول في بعض 2 س في 3 س في سالب س، ف2 في 3 ب 6، وعندك سالب ينزل، س في س في س بس اس 3. الكلام ده بيساوي 48. اقسم على السالب 6 وعلى السالب 6 يبقى س اس 3 بتساوي 48 على السالب 6 بكام؟ هيطلع معاك بتساوي في الاخر سالب ب8. خد الجذر التكعيبي. فلما اجي اخد الجذر التكعيبي هيطلع في الاخر سالب 2. يبقى الاجابه هنا ان قيمه الب بتساوي سالب 2. طب تعالى نكمل. بعد كده يا قلبي قال لك انا عايز اجيب قيمه المحدد اللي قدامك ده. طيب صلي على النبي. ده محدد بنسميه محدد ثلاثي. بنفكه ازاي؟ بص يا قلبي، في قاعده اشارات بنتبعها. ايه قاعده الاشارات ديت؟ نختار مثلا اي صف او اي عمود يعجبك ونفك منه. بمعنى انا مثلا هختار الصف الاول اشتغل عليه، احط له قاعده الاشارات. قاعده الاشارات دي بتقول ايه؟ ان ده بيبقى موجب سالب موجب وهكذا بقى. يعني احنا لو اخترنا اللي بعده ده يبقى سالب موجب سالب، لو اللي بعده موجب سالب موجب. تمام كده؟ المهم بعد ما اخترنا قاعده اشارات او حطينا قاعده الاشارات لان دي قاعده ثابته، بنعمل ايه بعد كده؟ تعالى اقول لك. بنبدا نكتب العناصر دي ونحطها جنبها محددات صغيره. بمعنى تعالى اوريك. بص يا قلبي، حضرتك هتروح تكتب لي موجب 1 وتعمل لي جنبها محدد صغير، وبعد كده سالب 2 وتعمل جنبها محدد صغير، بعد كده موجب في سالب 1، موجب في سالب بسالب 1 فتنزل سالب 1 زي ما هي ونعمل جنبها محدد صغير. بعد كده تعالى على الواحد ديت الغي الصف والعمود بتاعها. فلما اجي الغي الصف والعمود، بص كده هلغي الصف وهلغي العمود. ايه اللي هيبقى؟
هيبقى معايا العناصر اللي انت شايفها جوه دي ألف وواحد وواحد وآسف وأربعة وسالب 2. طب تعالى على الاتنين واعمل نفس الكلام، الغي الصف والعمود. فلما اجي الغي الصف والعمود عند الاتنين فهيبقى لي ايه؟ بص كده يا قلبي. اهي ده اللي هيبقى معايا 3 1 وسالب 1 وسالب 2. نكتبهم بقى 3 و1 وسالب 1 وموجب او اسف وسالب 2. تعالى بعد كده على السالب 1 الغي الصف والعمود. فهيبقى عندك 3 وبعد كده جنبها ألف وبعد كده سالب 1 بعد كده آخر حاجة جنبها 4. نبدأ بقى نجيب القيمة ونفك دول. فلما نيجي نفك دول عندك ألف في سالب 2 بسالب 2 ألف، 1 في 4 ب4 وبنكتب سالب ما بينهم عشان ده محدد صغير وقلنا ازاي بنفكه. تعالى هنا نفس الكلام، 3 في سالب 2 بسالب 6 ناقص 1 في سالب 1 بسالب 1 يبقى موجب 1. 3 في 4 ب 12 ناقص ألف في سالب 1 بسالب ألف يبقى موجب ألف. بعد كده يا شباب 1 اضربها في الكلام ده فتنزل زي ما هي سالب 2 ألف ناقص 4. بعد كده سالب 6 وموجب 1 بسالب 5 اضربها في سالب 2 فهتبقى سالب 2 في سالب 5 اللي هي سالب موجب 10. نكتبها على طول موجب 10 اهي موجب 10. بعد كده 12 زائد ألف هنحط لها سالب فهتبقى سالب 12 ناقص ألف. الكلام ده هو بيقول لي بيساوي 0. فتعالى نختصر دي. فسالب 2 ألف تنزل وسالب ألف كمان يبقوا سالب 3 ألف. سالب 4 وموجب 10 وسالب 12. فسالب 4 وموجب 12 يديك 6. 6 وسالب 12 هتطلع كمان بسالب 12. فسالب 12 او اسف سالب 6 سالب 6 بتساوي 0. ارمي ده بره يبقى سالب 3 ألف بتساوي 6 على السالب 3 وعلى السالب 3 يبقى الألف هتطلع بسالب 2 في الآخر. فكده أنا جبت قيمة الألف بتساوي سالب 2. طيب تعالى نشوف اللي بعده، يلا بينا. في اللي بعده يا شباب جه قال لك أنا عندي زي ما أنت شايف كده محدد أ ب ج د ه هو س ص ع. الكلام ده بيساوي 15 وعايز ده. هو إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هتلاقي إن الصف ده هو نفسه الصف ده، ولكن بص كده هتلاقي ان الصفين دول متبدلين. فلما اجي ببدل صفين مع بعض من ضمن خواص المحدد ان انا لما بدل صفين اشارته بتتغير، فبالتالي بدل ما هو ب 15 لا ده هيبقى بسالب 15 وشكرا على كده. طب تعالى للي بعدها. في اللي بعدها مثلا قال لك انا عندي هنا الف والف والف وب وجيم 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 وجيم. ايه يا مستر الكلام ده؟ صلي على النبي. لما تيجي تبص على المحدد اللي قدامك ده هتلاحظ ايه؟ قول لي كده ايه اللي انت استنتجته؟ هل مثلا في صفين زي بعض؟ صفين زي بعض؟ لا يا مستر ده مفيش صفين زي بعض. في عمودين زي بعض؟ برضه مفيش عمودين زي بعض. حلو الكلام. فتعالى نفكه. ماشي؟ او ممكن نعمل حاجة تانية، حاجة احلى. تعالى ناخد من هنا عامل مشترك. فانا هاخد الالف عامل مشترك. تيجي تقول لي يا مستر هو ازاي تاخد الالف عامل مشترك؟ ده الالف مش متكرره في المحدد كله. صلي على النبي وركز قوي في الحته دي. قال لك لما تيجي تاخد عامل مشترك من المحدد فاحنا بناخده من صف واحد او عمود واحد ولكن مش من المحدد كله. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ تعالى اوريك. يعني انا ممكن اجي على الصف الاول ده واسحب منه الالف عامل مشترك. فلما اجي اخد منه الالف عامل مشترك هيبقى لي واحد وواحد وواحد والباقي ينزل زي ما هو. هو الكلام ده يا مستر ينفع؟ ينفع. يبقى انا لما باجي اخد عامل مشترك باخده من ايه؟ من صف واحد او عمود واحد بس. انا كمان ممكن في نفس المحدد ده اخد الجيم عامل مشترك، فمش الف بس، ده هاخد الالف ومعاها الجيم. بص كده الف ايه والجيم كمان بره. فالجيم اللي انا هاخدها من الصف الاخير. فبالتالي ده مش هيبقى جيم وجيم وجيم، ده انا هاخد الجيم فيبقى واحد وواحد وواحد. جميل. ايه اللي انت شايفه؟ اللي انا شايفه يا مستر ان هنا المحدد ده هلاقي ان الصف الاول هو نفسه الصف الاخير. فطالما عندك في صفين متساويين يبقى قيمه المحدد ده بيساوي 0. فبالتالي يبقى كل المحدد الجميل اللي قدام سعادتك ده كل ده ب0.
فصفر طبعا في الالف جيم برضه هتطلع في الاخر بكام؟ بصفر. فهيبقى الاجابه بتاعه سعادتك اللي هي 1000. ماشي يا مستر، تعال نكمل، يلا بينا. قال لي من ايه؟ من المحدد. عايز اجيب مساحه المثلث، صلى على النبي. عشان اجيب مساحه المثلث من خلال رؤوسه. فالقاعده بتقول لك ان ده بيساوي نص في قيمه المحدد اللي هو هيتكون من رؤوسه. بمعنى انا هكون محدد من خلال الرؤوس الثلاثه اللي معانا دول. فالف انا بقول لك 3 و5، يبقى هنا 3 وجنبها 5، بعد كده 2 و0، بعد كده سالب 3 و3. يا مستر بس هنا في ده فاضي، احط كل واحد وابدا افكه زي ما اتعلمت كده ازاي بختار اي صف او عمود افك منه. فانا هختار مثلا الصف ده، حط له اشارات، قلنا ده موجب سالب موجب سالب موجب سالب، واقول لك اشمعنى انا اخترت ده يعني. المهم هنا النص ينزل، وتعالى نفك بقى. فهكتب سالب 2 واعمل جنبها محدد صغير. الصفر ملوش لازمه، ليه؟ لان الصفر هيتضرب في المحدد الصغير اللي جنبه بصفر، فكده كده ملوش لازمه. فعشان كده انا اخترت ده، لان ده هيسهل عليا، هيشيل الصفر. فهيبقى بعد كده سالب 1 واعمل جنبها محدد صغير. فك يا معلم. فلما اجي افك هتروح تختار السالب 2، الغي الصف والعمود. فهلغي الصف وهلغي العمود، يبقى 5 1 3 1. تعالى على السالب 1، الغي الصف والعمود، يبقى 3 5 سالب 3 3. يلا تعالى نفك مع بعض. 5 في 1 ب5 ناقص 3 في 1 ب3، 3 في 3 ب9 ناقص 5 في سالب 3 بسالب 15، يبقى موجب 15. المهم 5 ناقص 3 كام؟ 5 ناقص 3 تديك 2، في السالب 2 اللي جنبها يبقى سالب 4. 9 زائد 15 كام؟ 9 زائد 15 هتديك في الاخر 24، في السالب 1 اللي جنبها يبقى سالب 24. فسالب 4 وسالب 24 يبقى سالب 28. خد السالب 28 دي اضربها لي في النص اللي بره. نص السالب 28 14، بس السالب هيتشال فهتطلع بالظبط 14، عشان ما ينفعش يبقى في مساحه بالسالب، يبقى قيمه او مساحه المثلث ده بتساوي 14. طب تعالى لي اللي بعدها. اللي بعدها بيقول لك انا عندي مصفوفه على النظم 2 في 2، وقال لك ان محدد الالف بيساوي 15، عايز محدد الاثنين الف. قلنا عشان نخرج دي بره فهتاخد اس النظم، فتبقى اس 2 جنبها محدد الالف. 2 اس 2 ب 4 في محدد الالف 15، 4 في 15 هتطلع في الاخر بتساوي 60. طب تعالى للي بعدها. قال لك انا عندي مصفوفه زي ما انت شايف جميله كده كتكوته، بتساوي الف و1 و2 و3 و4، وقال لي ان محدد الب بيساوي 12. عايز اجيب محدد الف ب. من ضمن خواص المحدد ان الف ب هو نفس محدد الالف في محدد الب. فاحنا هنروح نجيب محدد الالف. فتعالى اعتبر ان ده محدد وفوق. فواحد في 4 ب4 ناقص 3 في 2 ب6، 4 ناقص 6 بسالب 2. فيبقى محدد الالف عندي بيساوي سالب 2 في محدد الب عندي بيساوي 12. فسالب 2 في 12 بسالب 24. تمام كده يبقى؟ طب تعالى نكمل. قال لك انا عندي هنا مصفوفه زي ما انت شايف، وقلت لك ان الف اس 3 بتساوي 125. طب صلي على النبي. مش ده الف اس 3؟ يبقى من هنا محدد الالف يطلع بيساوي 5، لان انا خدت الجذر الايه؟ التكعيبي. فتعالى لدي، هات لي محدد الالف. محدد الالف هضرب س في س بس اس 2 ناقص 2 في 3 2 في 2 ب 4. هنساوي الكلام ده بالخمسه. ارمي لي دي بره، يبقى س اس 2 بتساوي 5 زائد 4 9. خد الجذر، فالسين هتطلع في الاخر بموجب او سالب 3. خلصت على كده. طب تعالى للي بعدها. قال لك انا عندي هنا الف مساوي مربعه على 2 في 2، وبقول لك ان محدد الاثنين الف بيساوي 8. خد الاثنين دي ارميها لي بره، فهتبقى 2 اس 2 عشان النظم جنبها محدد الالف بيساوي 8. 2 اس 2 ب 4 جنبها محدد الالف بيساوي 8 على 4 على 4 يطلع لي ان محدد الالف بتساوي 2. هو عايز محدد 3 الف، فخد الثلاثه ارميها بره، فهتبقى 3 محدد الالف، ولكن الثلاثه تطلع باس 2 عشان النظم بره. ف3 اس 2 هيطلع معاك بيساوي 9 في محدد الالف اللي احنا جبناه ب2، فتبقى الاجابه 18. تمام كده يا قلبي؟ والى هنا يا صديقي يكون الحمد لله احنا وصلنا لختام الجزء بتاع الجبر. ندخل بقى على فرع حساب المثلثات، يلا بينا.
في حساب المثلثات في اول مثال معانا بيقول لك الراجل انا عايز اجيب قيمه ظا في قتا. فالظا ديت يا مستر هي عباره عن جا سيتا على جتا سيتا مضروبه في القتا ديت اللي هي عباره عن 1 على الجا سيتا. فلما اجي اختصر واضرب وافك الليله ديت فهلاقي ان فوق في جا وتحت جا يطيروا مع بعض، يبقى 1 على جتا سيتا اللي هي بقا سيتا، فهتبقى الاجابه ج. طب تعالى اللي بعدها بيقول لك هنا انا عايز اجيب قيمه ظا في زتا. ظا في زتا اي واحده في مقلوبها بواحد على قا سيتا. 1 على قا سيتا ده اللي هو بيساوي جتا سيتا. طب تعالى كده هنا قال لك انا عندي جا سيتا زائد قتا سيتا بتساوي 5، عايز جا تربيع زائد قتا تربيع. حلو الكلام. فطالما اول ما الاقي نفس الحاجه بس عليها كل واحده تربيع، حط للقوس ده اس 2 وده اس 2 وفك. فلما اجي افك قوس اس 2 الاول في نفسه هيطلع لك بجا تربيع زائد الثاني في نفسه هيطلع لك بقتا تربيع زائد الاول في الثاني في 2. ولما اجي اضرب جا في قتا داله في مقلوبها، جا مقلوبها قتا، فاي واحده في مقلوبها بواحد في الاثنين اللي فوق فهتبقى باثنين. الكلام ده بيساوي 5 اس 2 ب 25. ارمي لي ضبع عكس الاشاره يبقى 25 ناقص 2 بتساوي 23، فبالتالي يبقى المطلوب ب 23. طب تعالى للي بعدها قال لك انا عندي جا سيتا ناقص جتا سيتا بتساوي 4 على 5، فهو عايز يجيب جا سيتا في جتا سيتا. نفس الفكره، حط دي اس 2 ودي اس 2 وتعالى نفك. فلما اجي افك مع بعض كده واحده واحده، فالاول في نفسه هيديك جا اس 2 زائد الثاني في نفسه هيديك جتا اس 2، بعد كده زائد الاول في الثاني في 2، فهتبقى سالب 2 جا سيتا في جتا سيتا. الكلام ده بيساوي 4 على 5 اس 2، فتبقى 16 على 25. المهم يا محترم لما نيجي نختصر مع بعض كده فهلاقي ان انا كاتب هنا جا اس 2 زائد جتا اس 2، ودي احنا حافظين ان هي بواحد، فيبقى معايا 1 ناقص 2 جا سيتا في جتا سيتا بتساوي 16 على 25. خد الواحد دي ارميها لي بره بعكس الاشاره، فيبقى لي ان سالب 2 جا سيتا في جتا سيتا بتساوي 16 على 25 ناقص 1. 16 على 25 ناقص 1 هتطلع معاك بتساوي سالب 9 على 25. المهم اقسم هنا على السالب 2 واقسم هنا على السالب 2، فيطلع لك في الاخر السالب هيترمى على السالب، و9 على 25 على الاثنين يعني كأن هضربها في نص، فتبقى 9 على 50 في الاخر، يبقى الاجابه د. طب نشوف اللي بعده يا محترم. بص يا قلبي بيقول لك هنا ايه في المثال دوت. انا معايا سالب جا تربيع 180 ناقص سيتا. 180 ناقص يعني احنا موجودين في الربع الثاني، والجا في الربع الثاني بتكون موجبه، فدي هتبقى سالب جا تربيع سيتا على طول. بعد كده قال لك انا عندي جا تربيع 270 ناقص سيتا. 270 ناقص يعني احنا موجودين في الربع الثالث، والجا في الربع الثالث بتبقى سالبه، فهتبقى سالب ثم ال 270 بالتأتأ، فهتبقى جتا تربيع سيتا. المهم انا هاخد السالب من هنا مشترك، فلما اخد السالب مشترك هيبقى لي ايه من هنا؟ هيبقى لي جا تربيع، ولما اخد السالب يبقى لي من هنا جتا تربيع، فجا تربيع زائد جتا تربيع دي بتساوي كام يا شباب؟ 1، وفي جنبها سالب، فتبقى الاجابه من هنا سالب 1. طب تعالى للي بعدها. اللي بعدها بيقول لك هنا انا عندي سالب 1 زائد زتا تربيع مضروب في جا تربيع. صلى على النبي. امشي معايا واحده واحده كده وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحلها. فهنا السالب 1 ده طبعا مضروب في القوس، والجا برضو كذلك، فهتبقى سالب 1 مضروبه في جا اس 2 بجا اس 2. بعد كده سالب في موجب زتا هيديك سالب زتا تربيع. الزتا ديت الحمد لله عذرا يا شباب. الزتا دي اللي هي مين على مين؟ اللي هي عباره عن جتا اس 2 على جا اس 2 مضروبه في جا اس 2. المهم لما نيجي نختصر يا قلبي هتلاقي ان جا سيتا اس 2 اللي تحت ديت هتطير مع جا اس 2، فاللي هيبقى لك سالب جا اس 2 وسالب جتا اس 2، خد السالب مشترك، فيبقى جا اس 2 زائد جتا اس 2. جا اس 2 زائد جتا اس 2 ده طبعا بكام؟ بواحد، وفي جنبها سالب، فهتبقى الاجابه سالب 1. فين بقى؟ في حاجة مش متظبطة. أعتقد إن السالب دوت مش موجود معانا.
بصوا يا شباب، السالب ده بس مش تبع السؤال خالص، ده فكك منه. فالاجابه هتبقى موجب عادي جدا، جا اس 2 زي جتا اس 2 اللي هي بتساوي 1. تمام، حقك عليا بس في ديت، السالب ده مش تبع السؤال تماما خالص. ماشي، تعال نكمل يابا، يلا بينا. بص يا قلبي، السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده الراجل بيقول لك هنا انا عايز 1 ناقص جا اس 2 على 1 ناقص جتا اس 2. 1 ناقص جا اس 2 هي نفسها جتا اس 2، 1 ناقص جتا اس 2 هي نفسها جا اس 2، فجتا على الجا دي اللي هتديك زتا، فتبقى الاجابه زتا اس 2. شكرا على كده. طب تعالى نروح للي جنبها، نروح للي جنبها عشان نخلص منها. الراجل بيقول لك هنا انا عندي كوتا سيتا ناقص زتا سيتا بتساوي تلت، عايز كوتا سيتا زائد زتا سيتا. بص يا قلبي، طبعا هنا مش متربع ولا حاجه، هو نفس الحاجه بس باختلاف الاشاره بس. فهات لي قاعده بتربط ما بينهم اصلا. في قاعده بتقول لك ان كوتا تربيع سيتا ناقص زتا تربيع سيتا الكلام ده بيساوي 1. فلو انا رحت حللت، اروح افتح قوسين، فكوتا تربيع دي هتتفك كوتا وهنا كوتا وسالب وموجب وهنا زتا وهنا كمان زتا، والكلام ده بيساوي 1. بعد كده هتلاقي هنا كوتا ناقص زتا ديت هو مديها لك بتلت، فدي تلت في كام عشان يديني 1؟ طبعا في 3، فتبقى الاجابه هنا 3. شكرا على كده. طب تعالى للي بعده. اللي بعده ده بيقول لك انا عندي جا اس 4 ناقص جتا اس 4، ممكن احلل. فده لو هحللها هنفتح قوسين، فيبقى جا اس 2 ناقص جتا اس 2، وجنبها يبقى جا اس 2 زائد جتا اس 2. بعد كده اللي تحت هينزل زي ما هو، جا اس 2 ناقص جتا اس 2. نيجي نطير، فلما اجي اطير جا اس 2 ناقص جتا اس 2 هيطير مع دي، فيبقى لي ده اللي هو بكام اصلا؟ اللي هو بواحد، فهتبقى الاجابه هنا بواحد. طيب طبعا مفيش في الاختيارات واحد، ولكن في حاجه بتدل عليها او بتساويها. في عندي هنا كتا اس 2 ناقص زتا اس 2، ودي فعلا بواحد برضه، فهي بقى دي الاجابه بتاعتي. ماشي يابا، تعال نشوف اللي بعده. ايه اللي بعده يا حبيبي؟ بيقول لك انا عندي هنا جا اس 2 زائد جتا اس 2. طب يا مستر هو ده بكام؟ طبعا احنا حافظين ده بواحد، زائد جنبها في ظا اس 2. 1 زائد ظا اس 2 ديت هي نفسها ق اس 2. طب تعالى للي بعدها. اللي بعدها بيقول لك انا عندي هنا جا مضروبه في ظا، فجا سيتا مضروبه في ظا سيتا ديت اللي هي جا سيتا على جتا سيتا. بعد كده تعالى اضرب اللي تحت في بعض، فيبقى عندي 1 في 1 بواحد، وموجب في سالب بسالب، جتا في جتا بجتا اس 2. فالمهم 1 ناقص جتا اس 2 اللي تحت ديت هي نفسها جا اس 2. فالمهم يا قلبي هتلاقي هنا ان جا اس 2 اللي معانا ديت، جا اس 2 اللي معانا اللي انت شايفها، خلاص بقى انزلي بقى، جا اس 2 ديت هتطير مع جا اس 2 اللي فوق، فهيبقى لك فوق 1 على جتا. 1 على جتا دي اللي هي مين؟ اللي هي ق، فتبقى الاجابه بتساوي ق سيتا. طب تعالى للي بعدها. اللي بعدها بيقول لك انا عايز اجيب ق اس 2 سيتا. ق اس 2 ديت هي عباره عن 1 زائد ظا اس 2، فيبقى 1 زائد ظا اس 2 هو مديها لك ب 15، 1 زائد 15 فيطلع الاجابه في الاخر 16. ماشي يابا؟ ماشي. طب تعالى نخلص اللي قدامهم دول، يلا بينا. قال لك انا عندي هنا جا مضروبه في ق اس 6 بتساوي جا. صلي على النبي. احنا عارفين ان الجا مقلوبها ق، فامتى الناتج طالما بضرب حاجه في مقلوبها فالناتج بيكون المفروض واحد، ولكن هنا الناتج ما طلعش بواحد، الناتج طلع بجا. فبالتالي يبقى لازم الجا ديت يكون القص بتاعها اعلى من القص بتاع اللي جنبها بواحد، بمعنى ان هنا مثلا دي اس 6 دي لازم تبقى اس 7. اشمعنى؟ لان انا بقول لك انا عندي جا اس 7 سيتا. حلو، جا اس 7 سيتا دي لو خدنا منها جا اس 6، جا اس 6 لما اضربها في قتا اس 6 بواحد، فهيبقى لك مين؟ واحد الجا احنا ركناها، فعشان كده الاجابه طلعت بجا، فبالتالي يبقى الالف دي المفروض ان هي بتساوي 7. طيب تعال نشوف اللي بعده، يلا بينا. بص يا صديقي، بيقول لك انا عندي هنا ا ب ج د رباعي دائري، اهو رباعي دائري اسمه ا ب ج د. المهم رباعي دائري ده من خواصه ان كل زاويتان متقابلتان دول بيكون مجموعهم 180. هو عايز ايه؟ جتا ا زائد جتا ب زائد جتا ج زائد جتا د. حلو الكلام. بص يا قلبي على جنب كده، احنا بنقول ان ا زائد ج مجموعهم ب 180. لو خرجنا دي بره صح كده؟ حط للطرفين جتا، فدي هتبقى عباره عن
جتا ألف، ودي عبارة عن جتا 180 ناقص ج. تعال نظبط دي. فدي هتبقى عبارة عن جتا 180 ناقص في الربع الكام؟ في الربع التاني. الجتا في الربع التاني بتبقى سالبة، فدي هتبقى عبارة عن سالب جتا ج. تمام كده؟ يبقى اللي أنا عايز أقوله لك إن جتا ألف هي نفسها سالب جتا ج. يعني جتا إيه؟ المكملة، سالب جتا المكملة بتاعتها. فالألف المكملة بتاعتها هي ج، فدول بيساووا بعض بس بعكس الإشارة، يبقى مجموعهم بصفر. كذلك دول نفس الكلام، برضه بيساووا بعض بس بعكس الإشارة، فبرضه مجموعهم هيبقى بصفر. فبالتالي يبقى الناتج من هنا بصفر. جتا بقى مين اللي بتساوي صفر؟ لو أنت جبت الآلة وكتبت مثلا جتا، اللهم صل ذكرني، جتا 90. جتا 90 دي لو كتبتها على الآلة هتطلع معاك بصفر، يبقى الإجابة هي جتا 90. طب نشوف اللي بعدها، يلا بينا. بص يا قلبي، الراجل بيقول لك هنا انا عايز اجيب قيمه ظا في جتا. فالظا هي عباره عن جا سيتا على جتا سيتا، وجنبها في جتا. الكلام ده بيساوي 2 جذر 2 على 3. لما نيجي نختصر يا شباب، فهلاقي هنا ان في جتا وجتا يطيروا مع بعض، يبقى جا سيتا بتساوي 2 جذر 2 على 3. حلو الكلام. هو بيقول لك هات لي القا. طب ما هي القا دي مقلوب مين؟ هو بقى معانا مين؟ جا، ماشي. فالقا ديت مقلوب الجتا، لا اللي معانا مش جتا. طيب تعال نشوف جا كام اللي بتساوي 2 جذر 2 على 3. احسبها كده بالآلة. المهم يا قلبي، احنا كده معانا قيمة الجا، فتعالى نرسم لها مثلث. تمام كده، وهنسميه دي سيتا. فالجا بتساوي مقابل على وتر، فيبقى المقابل ب 2 جذر 2 والوتر يبقى ب 3. اروح اجيب ده من فيثاغورس، فلما اجيبه من فيثاغورس هيطلع بيساوي معاك 1، لان طبعا هربع واطرح واخد الجذر بعد كده. فالمهم انا عايز اجيب كو. طب ما هي القا دي مقلوب مين؟ القا ديت يا مستر مقلوب الجتا. فلو جبنا الجتا هلاقي ان الجتا بتساوي مجاور على وتر، مجاور على وتر، فهتبقى 1 على 3. لما شقلبها هتبقى 3 على الواحد، فبالتالي يبقى الاجابه من هنا في الاخر هتقول لي بتساوي موجب او سالب ايه؟ 3. تمام كده يابا؟ تعال نكمل يلا مع بعض. السؤال اللي جنبه بيقول لك 2 جا سيتا ناقص جذر 3 بتساوي 0. ارمي لي دي بره. فهلاقي ان 2 جا سيتا بتساوي معاك جذر 3 على 2 وعلى 2، فيطلع لك ان جا سيتا بتساوي جذر 3 على 2. تمام كده؟ جا كام اللي بتساوي جذر 3 على 2؟ احنا عارفين ان جا 60. فيبقى من هنا الحده اللي هي طلعت دي بنسميها الحده، دي بتساوي 60. هي الجا اللي كانت معانا ديت اشارتها كانت ايه؟ جذر 3 على 2 دي موجبه، فالجا بتكون موجبه امتى وامتى؟ الجا بتكون موجبه في الربع الاول وكمان في الربع الثاني. ففي الربع الاول بنكتبها زي ما هي نفس الزاويه اللي طلعت معانا، فنكتب 60. في الربع الثاني بتبقى 180 ناقص، فيبقى 180 ناقص 60 فتطلع معاك ب 120. فتبقى الاجابه هنا 60 و120 اللي هي الاجابه ب. طب تعالى نكمل. يلا يا قلبي. ايه السؤال اللي بعده؟ قال لك انا عندي هنا جا سيتا ناقص جذر 3 جتا سيتا بتساوي 0. ارمي لي دي بعكس الاشاره، فيطلع لي من هنا ان جا سيتا بتساوي جذر 3 جتا سيتا. اقسم الطرفين على الجتا. فلما اجي اقسم هنا على الجتا دي هتطير، ودي على الجتا هتديك ظا. فدي هتطير يبقى معاك جذر 3. ظا بجذر 3. هي ظا كام اللي بجذر 3؟ احنا حافظين ان ظا 60 اسف. فاللي انا جبتها دلوقتي دي بنسميها الحد، يبقى كده انا معايا الحده بتساوي 60. هي الظا ديت اشارتها ايه؟ موجبه. امتى وامتى؟ بتكون موجبه في الربع الاول فبنكتبها زي ما هي 60، وفي الربع الثالث فهتبقى 180 زائد 60. ف 180 زائد 60 هتطلع معاك في الاخر بكام يا شباب؟ هتطلع معاك ب 240. المهم هو بيقول لك انا عندي من باي ل 3 على 2 باي، يعني من 180 لحد 270. انهي عدد انا قلته موجود ما بين الفتره من 180 ل 270؟ هتلاقي ان العدد الصح معاك هو ال 240. يبقى الاجابه هنا 240. بس 240 دي عايزين نحولها، فعشان احولها للدائر فهروح اضربها في باي على 180. شوف الناتج بتاعها بكام. تعال نجربها كده. بسم الله الرحمن الرحيم.
يطلع معاك في الاخر الاجابه اللي هي 1000. المهم كده انت جبت قيمه الايه؟ السيتا اللي هو عايزها. تعال نشوف المثال اللي بعده. بص يا قلبي، بيقول لك انا عايز اجيب الحل العام للمعادله اللي قدامك دي، ارمي لي ده بره بعكس الاشاره. فيطلع ان جذر 3 ظا سيتا بتساوي 1. اقسم على جذر 3 هنا وعلى جذر 3 هنا. فيطلع لي ان قيمه ظا سيتا بتساوي 1 على جذر 3. هي ظا كام اللي بواحد على جذر 3 يا شباب؟ هيطلع لك من هنا ان ظا 30. فال 30 دي بنسميها الحد. ماشي؟ المهم هو عايز الحل العام. احنا بنعمل ايه؟ صلى على النبي. هي ديت موجبه صح؟ فطالما دي موجبه احنا المفروض شغالين في الربع الاول. فالربع الاول بنكتب فيه 30. تمام؟ تمام. 30 ديت اللي هي باي على الست. يبقى اكتب كام؟ باي على الست. وطالما معايا الداله ظا هاخد ال 30 اللي انا بقولها ديت واقوم رايح مزود لها باي نون. باي ديت يعني 180 يبقى 180 نون. فهتبقى الاجابه 30 زي ما قلت لك، هتبقى باي على الستة زائد باي نون اللي هي الاجابه 1000. طب تعالى نشوف اللي بعده. يلا. قال لك هنا عايزين برضو نجيب الحل العام نفس الفكره. بيقول لك ان جاتا سيتا بتساوي نص. يا مستر هي جاتا كام اللي بنص؟ قبل بس ما اكمل القاعده اللي انا لسه قايلها شغلها مع الظا او الظا على طول. خد الزاويه الصغيره طالما احنا شغالين مثلا قلنا في الربع الاول والثالث، لان دي كانت ظا. بص كده ظا موجبه ربع اول وثالث. فالصغيره هتبقى الربع الاول. خد الزاويه اللي في الربع الاول وزود لها 180 نون على طول اللي هي بغي نون. ولكن اللي انت هتشوفه دلوقتي هعمله مع الجاتا مختلف شويه. المهم جاتا كام اللي بتساوي نص؟ جاتا 60. فيبقى ال 60 دي الزاويه الحد. تمام كده؟ تمام. الناس اللي سمعت بقى الفيديو بتاع الدرس ده قول لي كنا بنجيب الحل العام ازاي في الجو الجاتا. فعايزك تجاوب لي كده في الكومنتات، وقف الفيديو وجاوب. المهم دي ايه؟ موجبه. موجبه امتى وامتى؟ موجبه في الربع الاول وفي الربع الرابع. ففي الربع الاول بنكتبها زي ما هي 60. في الربع الرابع بتبقى 360 ناقص 60. يعني هتطلع بتساوي 300. وطالما انا بجيب حل عام فانا اروح ازود لها 2 باي نون. وهنا هزود لها 2 باي نون، وطبعا موجب او سالب. بس. فانهي اللي موجوده بقى من الاختيارات معانا؟ احنا بنقول 60 زائد 2 باي نون. 60 ديت يعني باي على 3. 300 دي مش هتلاقيها موجوده، فتبقى الاجابه باي على 3 زائد 2 باي نون اللي هي الاجابه 1000. تمام يا قلبي؟ تمام. بعد كده يا شباب نكلمك عن حل المثلث القائم. مثال اللي معانا يا شباب بيقول لك عايز اجيب قيمه السين صاد. بص يا قلبي صلى على النبي. عشان نجيب قيمه السين صاد اللي قدامك فاحنا هنحاول نستغل الزاويه دي. الزاويه ديت انا عندي دلوقتي مثلث قائم وعايز اجيب الضلع اللي قدامها اللي هو اسمه المقابل، وموجود عندي الوتر. فانهي قاعده بتربط ما بين المقابل والوتر والليله ديت؟ قاعده الجاي. فانا هستخدم قاعده الجاي. فهقول له ان جا 35 دي بتساوي مقابل اسمه س ص على الوتر ب 12. اعمل مقص. فهلاقي ان الس ص بتساوي في الاخر، هنعمل مقص يا شباب زي ما قلنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضرب 12 في جا 35. بسم الله. هيطلع معاك يا حبيب قلبي بتساوي في الآخر تقريبا هتطلع ب9.8. يعني الإجابة هتكون 1000. بس كده الموضوع انتهى. طب نشوف المثال اللي بعده. يلا. بيقول لك هنا نفس الفكرة، عايزين بقى نجيب المرة دي ب ج. ايه علاقة ب ج بالزاوية ديت؟ هتلاقي ان ده مجاور وانا عندي الوتر. فايه اللي بيربط ما بين المجاور والوتر؟ الجتا. فهقول له يبقى جتا 42. فالجتا بتساوي مجاور اللي هو ب ج على الوتر 18. اعمل مقص.
فلما اجي اعمل مقص هضرب 18 في جتا 42 برضو بالآلة، هيطلع ان شاء الله معاك في الاخر الناتج بيساوي تقريبا 13. بس كده. تعال نشوف اللي بعدها. يلا يا قلبي. في اللي بعدها بيقول لك لو انا كان عندي قياس زاوية الألف بتساوي 925 من 1000 دائر، يعني دي بالتقدير الدائري. فلو عايزين نحولها لدرجة هضربها في 180 على باي. تمام؟ وقال لك ان الب ج بيساوي 8. فانا عايز اجيب الالف ج. طب ما هو الف ج ده مين؟ الوتر. بالنسبة لزاوية ألف ب ج ده يمثل المقابل. فايه اللي بيجيب ربط ما بين المقابل والوتر؟ قانون الجاب. فانا هروح اقول له ان ج ألف دي بتساوي، طبعا ألف معانا فاحنا ممكن نعوض عنها، مش هنكتبها ألف، نعوض أحسن. فهنكتب ج 925 من 1000 في 180 على باي. الكلام ده بيساوي مقابل ب8 على وتر مش موجود. فالمهم هتعمل مقص دي كلها كده تحتيها واحد، اعمل لي مقص. فلما اجي اعمل مقص هلاقي ان الالف ج بيساوي، هضرب 8 في 1 ب8 على ج الكلام ده. احسبها برضو بالآلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هيطلع معاك في الاخر ان شاء الله الاجابه بتاعتها تقريبا بتساوي 10. تمام كده؟ شوف اللي بعدها. يلا بينا. في اللي بعدها مديك رسمه وقال لك انا عندي هنا ده ب4 وده ب3 وعايز اجيب طول الب ج. طيب صلي على النبي. تعالى الاول نجيب ده من فيثاغورس. فب د لو انا هجيبه من فيثاغورس ده يعتبر وتر جوه المثلث الاول ده. فعشان اجيبه فيبقى جذر 3 تربيع زائد 4 تربيع فيطلع معاك في الاخر بيساوي 5. يا مستر طب انا محتاج اجيب ده. طيب تعالى اقول. المفروض يا شباب ان احنا عارفين ان طالما في توازي فيبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بسبب ان في حرف زد. فطالما الزاويه دي هتساوي الزاويه ديت يعني معنى كده ان الجا بتاعت الاولى بتساوي الجا بتاعت الثانيه والظا بتساوي والجتا بتساوي، كلهم بيساووا بعض. ولكن انا هنا هستغل الظا. اشمعنى؟ لان بالنسبه للزاويه دي انا عندي المقابل وعندي المجاور، فانا هروح اقول له ان ظا ب دي بتساوي ظا د. ظا ب بتساوي مقابل، المقابل ب3 على المجاور ب4 بتساوي، تعالى لظا د. الداله اهي. الظا بتساوي مقابل، المقابل اسمه ب ج على المجاور ب5. فالمهم هتروح تعمل من هنا مقص. فيطلع لك ان قيمه الج بتساوي 3 في 5 ب 15 على ال4. 15 على ال4 شوف الناتج بتاعها هيطلع معاك بكام بالتقريب. فيطلع تقريبا في الاخر 15 على ال4 يطلع 3.75 من 100، يعني الاجابه هتطلع في الاخر معاك ب3 ايه و3 ارباع. بس كده. طب تعالى نشوف كده اللي بعده. يلا بينا. بيقول لك انا عندي هنا يا حبيبي زي ما انت شايف كده، قال لك انا عندي هنا نقطه تقع على سطح الارض اسمها نقطه ج، تبعد 40 متر عن قاعده البرج فدي ب 40. قيست زاويه ارتفاع قمه البرج، يعني بصينا على الزاويه ديت فدي اسمها زاويه ارتفاع 72. فعايز اجيب ارتفاع البرج الاقرب متر. نفس الفكره. ايه اللي يربط ما بين ال 72 ديت بالنسبه للدوال بتاعتها؟ ما بين الضلع اللي قدامها وما بين اللي جنبها الظا. فهروح اقول له ان ظا 72 بتساوي المقابل اللي هو اسمه ا ب على المجاور اللي هو ب 40. فالمهم اعمل مقص. فلما اجي اعمل مقص هقول له يبقى ا ب بتساوي 40 في ظا 72. شوف كده هتطلع بكام في الآلة. هيطلع بإذن الله معاك في الآخر تقريبا هتساوي 123 اللي هي الإجابة دي. طب تعالى نشوف اللي بعدها. قال لك أنا عندي هنا عمود إنارة، ده عمود الإنارة. جه قال لك طوله يلقي ظلا على الأرض، طوله 5 متر، فده الظل بتاعه 5 متر. وقال لك إن زاوية ارتفاع الشمس فدي الزاوية اللي هو بيتكلم عليها، عايز يعرف قيمتها بكام. نفس الفكرة، أنا عندي المقابل وعندي المجاور فاستخدم الظا.
فهقول له ان ظا س بتساوي المقابل عندي ب 8 والمجاور ب 5، فاعمل شيفت تان، فشيفت تان 8 على 5. شوف الناتج بتاعها بكام؟ هيطلع في الاخر بيساوي بالتقريب 58 درجه. طب السؤال اللي بعده قال لي من قمه صخره ارتفاعها 100 متر، يبقى من قمه صخره ارتفاعها 100 متر عن سطح البحر، قسنا زاويه انخفاض، فدي اسمها زاويه الانخفاض. تمام كده؟ فالمهم الزاويه ديت بتكون بتساوي الزاويه دي بسبب حرف الزد. قال لك قيست زاويه انخفاض قارب يبعد عن قاعده الصخره 200 متر، فبعيد اهو عن ب 200 متر، فانا عايز اجيب الزاويه دي. فنفس الفكره برضه، انا عندي المقابل وعندي المجاور، فهستخدم الظا، فهاجي اقول له ان ظا س بتساوي مقابل عندي ب 100 على المجاور ب 200. فالمهم اعمل شيفت تان وشوف الناتج بيطلع بكام معاك، فتطلع في الاخر بالتقريب، طبعا هو عايزها بالدائر. تمام؟ فانت لما يجي يطلع معاك اضربها في باي على 180، فتطلع في الاخر تقريبا 46 من 100 دائر. والى هنا يا صديقي يكون الحمد لله وصلنا لختام الجزء الخاص بفرع حساب المثلثات. فتعالى كده نكمل بقى ونشوف فرع الهندسه مع بعض. فاول مثال معاك بيقول لك انا عندي الف متجه عباره عن 5 وسالب 12، عايز معيار الالف. فمعيار الالف ده بيساوي جذر الاول تربيع 25 زائد الثاني تربيع 144، فيبقى 25 زائد 144 بالاله هيطلع معاك ان شاء الله بتساوي 13. السؤال اللي بعده قال لك كل المتجهات الاتيه متجهات وحده مع عدد. طالما متجه وحده لازم يكون معياره بواحد، فده لما نروح نجيب المعيار بتاعه فعلا هيطلع بواحد، وده المعيار بتاعه برضه فعلا بواحد، وده المعيار بتاعه برضه بواحد. الوحيده اللي هتبقى مختلفه هي الاجابه دي. طب تعالى نشوف اللي بعدها كده، يلا بينا. بس تعالى نحل اللي جنبها وخلاص الاول قبل ما ننسى. قال لك انا عندي هنا معيار الالف بيساوي 4، عايز اجيب المتجه الالف بيساوي كام بالصوره الاحداثيه، فانا عايز اجيب السين والصاد. فلما نيجي نبص للرسمه انا عندي المعيار وعندي الزاويه، فعشان اجيب السين والصاد فانا هحول بالطريقه دي، ان السين بتكون عباره عن المعيار مضروب في جتا الزاويه، والصاد بتبقى عباره عن المعيار مضروب في جا الزاويه. فالمهم 4 جتا 30 ديت هتطلع ان شاء الله معاك بكام؟ ب 2 جذر 3. و4 جا 30 ب 2، فتبقى الاجابه 2 جذر 3 و2. تمام كده؟ نشوف اللي بعدها، يلا بينا. اللي بعدها جه قال لك انا عندي دول متجهين متعامدين. قلنا في شرط التعامد ان احنا بنعمل طبقين. يعني ايه طبقين يا مستر؟ يعني هضرب دول في بعض ودول في بعض. فلما نيجي نضرب، لا اسف حقك عليا، هم قال متعامدين مش متوازيين. ففي شرط التوازي انا بضرب السين في بعض والصادات في بعض ومجموعهم بصفر. فهاجي اضرب 6 في 3، 3 في 6 ب 18 زائد 4 في م ب 4 م، الكلام ده في الاخر بيساوي صفر. خرج ال 18 بره، يبقى ال 4 م بتساوي سالب 18، اقسم على الاربعه تطلع معاك بسالب 4.5 في الاخر. تمام؟ لكن هنا قال لي متوازيين، فطالما متوازيين اعمل طبقين، فهروح اضرب دول في بعض ودول في بعض. فسالب 2 في كاف بسالب 2 كاف ناقص 1 في سالب 3 بسالب 3، يبقى موجب 3 بتساوي صفر. ارمي لي دي بعكس الاشاره، فيطلع ان سالب 2 كاف بتساوي سالب 3، اقسم على السالب 2 فالكاف هتطلع بتساوي 3 على 2، يبقى الاجابه دي. طب تعالى للي قدامها. قال لك اذا كان معيار المتجه الف بيساوي 7 فان معيار المتجه سالب 2 الف. بص يا قلبي، عايز يجيب معيار سالب 2 الف. فالمهم السالب 2 ديت هتخرج بره المعيار، هتخرج بقيمه موجبه، فتبقى 2 في معيار الالف. وفرق كويس ما بين ديت وما بين قيمه المحدد. المحدد بياخد اس للنظم، لكن هي دي بتخرج بموجب بس. فتبقى 2 في معيار الالف اللي هو ب7، ف2 في 7 ب 14، يبقى دي الاجابه. طب اللي بعدها قال لك انا عندي الالف بتساوي 3 وباي على 4، دي كده اسمها الصوره القطبيه، لان هي بتتكون من معيار وزاويه. فالمهم لما اجي اضرب 2 الف او اجيب 2 الف، اللي بيتغير هنا هو مجرد بس طول المتجه بيتضاعف، لان انا ضربته في 2. فبالتالي يبقى المعيار اللي هيختلف وهيكون ب6، لكن الزاويه هتفضل زي ما هي، فهتبقى الاجابه 6 وباي على 4. طب تعالى نشوف اللي بعد، يلا بينا. ايه اللي بعده؟ قال لك انا عندي هنا متجه الالف عباره عن كاف و2، ومتجه الب ده عباره عن 2 وسالب 1. وقال لك ان الالف عمودي على الب، فطالما عمودي احنا بنعمل ايه؟ س في بعض والصادات في بعض،
فكاف في 2 ب 2 كاف زائد 2 في سالب 1 بسالب 2. الكلام ده بيساوي الصفر، ارمي لي دي بره، يبقى 2 كاف بتساوي 2 على 2 وعلى 2، فالكاف هتطلع في الاخر معاك بواحد. طب اللي بعدها قال لك انا عندي دي الصوره القطبيه لمتجه موضع، فانا عايز احوله للصوره الاحداثيه. فقلنا عشان نحول الصوره الاحداثيه هنقول 6 جذر 2 في جتا الزاويه اللي هي 3 باي على 4، يعني 3 في 180 على 4. فالمهم ديت هتطلع ب 135 يعني، و6 جذر 2 في جا 135. المهم لما تيجي تحسب الكلام ده يا قلبي، 6 جذر 2 جتا 135 هتطلع ان شاء الله معاك بسالب 6، و6 جذر 2 في جا 135 هتطلع بتساوي 6، فهتبقى الاجابه ب. طب تعالى للي بعدها، قال لك انا عايز اجيب الصوره القطبيه للمتجه ده. طب ده عباره عن كام وكام؟ ده عباره عن صفر وسالب 3. فلما نروح اجيب المعيار بتاعه هيطلع ب3. طب تعالى نجيب الزاويه. الزاويه لما نروح نجيبها صفر وسالب 3 ده يعني على الرسمه، تمام؟ هتلاقي مكانه هنا بالظبط، موجود هنا صفر وسالب 3. فعندي ال 270 يبقى المعيار بتاعه ب3 وزاويته ب 270 اللي هي 3 باي على 2، فتبقى الاجابه 3 و3 باي على 2. ده كده الصوره القطبيه. طب هنا عندي الالف وعندي الب، عايز اجيب الف ب. الف ب دي عشان افكها تبقى ب ناقص الالف، لان احنا بنقول ان النهايه ناقص البدايه. فلما اجي اطرح 1 ناقص 3 بسالب 2 و2 ناقص 2 هتطلع بتساوي معاك 4، فتبقى الاجابه سالب 2 و4 اللي هي الاجابه ب. طب اللي بعدها، قال لك انا عندي هنا متجه الف ب4 وسالب 2 وب ب3 والف ب ب3 و5. الف ب دي هنفكها فهتبقى عباره عن ب ناقص الالف بتساوي 3 و5. انا عايز اجيب ايه من هنا؟ انا عايز اجيب قيمه الب. فعشان اجيب الب هرمي ده بره بعكس الاشاره، فيطلع ان الب بتساوي 3 و5 زائد الالف، يعني زائد 4 وسالب 2. ف3 و4 هيطلع معاك 7، و5 وسالب 2 هتطلع ب3، فهتبقى الاجابه 7 و3. نشوف اللي بعدها، يلا بينا. بص يا حبيبي، قال لك انا عايز اجيب الصوره القطبيه للمتجه ده. عشان اجيب الصوره القطبيه هات لي معيار وزاويه. فالمعيار هتبقى جذر، هيبقى جذر الاولى تربيع 36، ثانيه تربيع هتبقى 36 في 3. فالمهم هتبقى 6 في 2 هتطلع ب 12 بعد الجذر. طب تعالى نجيب الزاويه. عشان اجيب الزاويه هقسم الصاد على السين، فتروح تقول لي ان ظا سيتا هتساوي الصاد على السين، يعني 6 جذر 3 على ال6. اختصر ال6 مع ال6 فتطلع بجذر 3. ظا كام اللي بجذر 3؟ ظا 60، فهتبقى الاجابه 12 و60. 60 ديت اللي هي باي على ال3، فتبقى الاجابه ايه؟ 6 وباي 12 اسف 12 وباي على ال3. حقك عليا. طب تعالى دي قال لك انا عندي الالف ب وعندي الجيم ب، عايز اجيب الالف ج. الالف ج ده هيكون عباره عن الف ب زائد ج زائد ب ج. اشمعنى زائد ب ج؟ لان احنا كنا قايلين في قاعده في الجمع ان لازم يكون النهايه زي البدايه، فيبقى لك الف ج اللي انا عايزها اصلا. تمام كده؟ فالمهم يبقى كده الف ب زائد ب ج. الف ب معايا جاهزه ب 2 و3 زائد ب ج، فدي ج ب، فعشان اجيب ب ج غير الاشارات، فتبقى 3 وسالب 5. اجمع 2 و3 هتطلع معاك ب5، و3 وسالب 5 هتطلع معاك بسالب 2، فتبقى 5 وسالب 2 اللي هي الاجابه الف. ماشي يابا؟ نشوف اللي بعده. اللي بعده جه قال لك انا عندي هنا الالف ب بيوازي الميم. تعال نجيب الف ب. الف ب ديت هتبقى ب ناقص الالف، فاطرح ب ناقص الالف، سالب 1 ناقص سالب 3 بسالب 4، و5 ناقص سالب 5 يعني 5 زائد 5، ف5 زائد 5 ب 10، فده بيوازي الميم. فطالما بيوازي الميم احنا هنقول له كده الميم جنبها اهي عباره عن 6 وكاف. فطالما متوازيين يبقى انا هضرب طبقين، يبقى سالب 4 في كاف بسالب 4 كاف، بعد كده ناقص 10 في 6 ب 60 بتساوي 0. ارمي لي ده بره، يبقى سالب 4 كاف بتساوي 60. اقسم على السالب 4، فلما اجي اقسم على السالب 4 هتطلع معاك في الاخر بتساوي سالب 15. طب اللي بعدها قال لك في اللي بعدها انا عندي ميم منتصف س ص، فانا عندي حته اسمها س ص وعندي ميم في المنتصف. فالعلاقه هنا ما بين السين ميم وما بين الصاد ميم. صاد ميم ده دول عكس بعض ومتساويين،
فهتلاقي ان انا رجعت عند نقطه م، فبالتالي يبقى الاجابه في الاخر بيساوي ايه؟ واو. تمام؟ طب تعالى للي بعدها. اللي بعدها قال لك انا عندي ا ب ج مثلث. ماشي، المشكله نرسمه. فهنرسم مثلث هنسميه ا ب ج، وانا عايز اجمع مين؟ عايز اجمع ا ب مع ب ج مع ا ج. طب ايه الكلام؟ ا ب وب ج والف ج، يعني انت عايز ايه بقى؟ بص تعالى اقول لك. ا ب زائد ب ج، لو طيرنا ب مع ب يبقى ا ج، زائد في جنبها ا ج، فكده يبقى 2 من ا ج. يبقى الاجابه 2 ا ج. ماشي، حلو الكلام ده. طب تعالى نشوف اللي بعدها، ولا تعالى نشوف دي الاول، يلا جنب بعض. بيقول لك هنا ا ب ج ده المستطيل، اهو مستطيل يا عم الحاج اسمه ا ب ج د. قال لك عايز اجيب ا ج. ا ج ده طبعا القطر، حلو الكلام، زائد ب د. صلى على النبي. ا ج يعني انا مشيت من ا رحت لج، فانا ممكن امشي من ا لب ثم من ب لج، هو ده نفسه ا ج. يبقى ا ب زائد ب ج. بعد كده بنقول ب د، فانا مشيت من ب رحت لد، فهو نفسه ب ج زائد الج د. بص يا قلبي صلى على النبي، لما نيجي نختصر معاك بعض كده فهلاقي ان انا عندي ب ج وكمان ب ج، كم واحده؟ 2 من ب ج، وعندي ا ب وج د، دول عكس بعض، فطالما عكس بعض يبقى مجموعهم بصفر، فيبقى دول فكك منهم لان دول متساويين وعكس بعض، فتبقى الاجابه 2 من ب ج، يعني الاجابه د. طب تعالى للرسمه اللي بعدها. بيقول لك انا عايز اجمع د ه زائد ه ا، اللي هي هتطير مع اله، فيبقى د ا ناقص ب ا، فبدل ما هي ناقص خليها زائد وهنبدلهم، مش هتبقى ب ا بقى، هتبقى ا ب. فبرضه لما نطبق القاعده هنا بتقول لك ان لازم يكون النهايه زي البدايه، طيرهم فيبقى د ب، يبقى الاجابه هنا د ب، ولا تعبنا في حاجه ولا رسم. تعال نشوف اللي بعدها، يلا. في اللي بعدها قال لك انا عندي هنا ا ب ج مثلث، وعايز اجيب ب ا زائد ناقص ب ج، بلاش ناقص، هنخليها ب ا زائد ونبدل دي فتبقى ج ب. ده شكلها. طب صلى على النبي. هل النهايه زي البدايه؟ لا، حلو الكلام. فانا هقوم ماسك الاثنين دول ابدلهم، فهخليها الاول ج ب زائد بعد كده ب ا، فهلاقي ان فعلا النهايه زي البدايه هيطيروا مع بعض، فايه اللي يبقى معايا في الاخر؟ اللي هيبقى معايا هنا ج ا، يبقى الاجابه ج ا. بص، ولا بنرسم ولا بتاع، احفظ القاعده الموضوع انتهى على كده. طب تعالى نشوف الرسمه اللي بعدها، يلا بينا. بيقول لك كده في الرسمه اللي بعدها عندنا متوازي اضلاع زي ما انت شايف، وعندي ج ا، حلو الكلام، وعندي د ب، وعايز اجيب ج د. ماشي، عندي ج ا، حلو الكلام، وعندي د ب. طيب صلى على النبي، احنا عايزين بس نوصل لج د في الاخر، فانا هقول لك ايه. مش انت بتقول لي هنا انا عندي ج ا، ج ا دي لو انا فكيتها هتبقى ا، لا مش هينفع نفك برضه، الفك مش هيجي معايا سكه. طيب صلى على النبي. بص يا سيدي، ج ا يعني انا مشيت من ج ورحت الالف، صح؟ صح. فج ا ديت انا ممكن امشي بالطريقه دي، امشي من ج لد، وبعد كده من د لألف، والكلام ده بيساوي 7 و3. تمام كده معايا؟ بعد كده بنقول د ب. طيب خليك معايا واحده واحده. د ب، فمن د ل ب امشي ازاي؟ من د ل ب فهنمشي من د لج، وبعد كده لا بلاش من د لج، من د لألف، من د لألف. والله ولا هتفرق. وبعد كده يا شباب هنمشي من أ ل ب، معلش مش هتفرق، مش هتفرق خالص. يبقى من د لج، ثم بعد كده من ج ل ب، الكلام ده بيساوي 3 وسالب 3. المهم يا شباب، ايه العلاقه ما بين القاعده الاولى والقاعده الثانيه؟ هلاقي هنا فيها ج د، وده الجيم مع الجمع هيطيروا مع بعض، ويبقى لك ده الالف وج ب، وعايزك تاخد بالك ان ده الالف وج ب دول اصلا بيساووا بعض، هما الاثنين حاجه واحده، فبالتالي يبقى اللي نتج من هنا هو 2 من اي واحده فيهم، يعني 2 من ده الالف مثلا، واجمع
7 و3 10 و3 وسالب 3 صفر، اقسم على الاثنين فالدال الف هتطلع بتساوي 5 وصفر. تمام كده معايا؟ ماشي معاك واحده واحده اهو. المهم امسك دال الف دي واعوض بالعلاقه اللي فوق. فعشان اجيب الجيم دال ديت انزلها زائد الدال الف اللي احنا جبناها 5 وصفر بتساوي في الاخر 7 و3. ارمي لي دي بعكس الاشاره فيطلع ان الجيم دال بتساوي 7 و3 ناقص ال5 والصفر. احسبها 7 ناقص 5 بتساوي 4 اسف 7 ناقص 5 4 ايه؟ ب 2 و3 ناقص 0 ب 3 فتبقى الاجابه 2 و3 يبقى الاجابه ب. فطويله شويه بس فكرتها جميله يعني. طب تعالى نكمل يلا بينا. بيقول لك ايه هنا في الرسمه ديت؟ عايز اجمع ا ب مع ا ج. صلى على النبي. ا ب والف ج متجهين خارجين من نفس النقطه. فطالما متجهين خارجين معاك من نفس النقطه يديك ضعف المتوسط. فيبقى الاجابه بتساوي 2 من ا د، ولكن هو مش عايز ا د، ده عايز ا ه. تعال اقول لك بقى. المهم انا عايز اجيب 2 من الالف د، هو مش محتاج الالف د كلها. فلو جيت ركزت معايا هنا في الرسمه، امسح بس الجزء ده كده عشان يبقى واضح معاك. هتلاقي ان الجزء ده بيساوي ده بالظبط. فبالتالي بدل ما اكتب ا د انا ممكن اكتب 2 من الالف ه او 2 من الدال ه، ده مكان الالف د. فاصلا كان الكلام ده كله مضروب في 2، الالف د كانت مضروبه في 2، فبالتالي هيبقى 4 من الف ه او 4 من اله د، فتبقى الاجابه ب4. طب تيجي نشوف المثال اللي بعده، يلا بينا. في المثال ده انا بقول لك انا عايز اجيب ه ب زائد ب ا. طبق القاعده. الب هتطير مع الب فهيبقى لي ه ا. بلاش ناقص خليها زائد وهتبقى بعد كده د ج د. بص يعني فكده انا هجمع ه ا مع الجيم د. الجيم د ليه؟ طبعا لو انت مركز ان الاثنين دول بعاد عن بعض تماما فاعمل ايه؟ في الرسمه هلاقي ان د هي نفسها ه ا. صح الكلام ده ولا فيه مشكله؟ هي الكلام ده صح، الاثنين دول متساويين وفي نفس الاتجاه. فانا هستغنى عن اله ا واكتب مكانها الدال ه، فهتبقى د ه زائد الجيم د. فلما نيجي نجمع بنمشي من ج لحد الدال ثم من د لحد ل، فهي نفسها الجيم ه، فهتبقى الاجابه في الاخر هتساوي ج ه، وده المطلوب. تمام كده يا قلبي؟ تمام. المثال اللي بعده يا قلبي بيقول لك انا عايز اجيب الالف ه زائد الدال ه. مع العلم ان هو بيقول لك ان ه دي في المنتصف، يعني الجزء ده بيساوي الجزء ده. طب صلى على النبي. هل المتجهين دول خارجين من نفس النقطه؟ لا مش خارجين من نفس اسف. هل المتجهين دول ماشيين ورا بعض؟ لا. فانا هستبدلهم. ازاي بقى؟ تعال اقول لك. بص يا صديقي، لو احنا جينا استبدلنا الدال ه باله ج، هل كده جرى حاجه؟ ابدا، ما هو الاثنين بيساووا بعض. فانا بدل ما اكتب د ه لا انا هكتب ه ج. يبقى شكل السؤال كده ا ه زائد اله ج. طيب حلو. لما نيجي نطبق القاعده، هو مش النهايه زي البدايه؟ هيطيروا. اللي يبقى ا ج، يبقى الناتج بتاعنا هنا يا شباب ا ج. شكرا على كده. نيجي نشوف اللي بعده. ماشي، اخر حاجه. والى هنا يا صديقي يكون الحمد لله وبفضل الله وصلنا لختام مراجعتنا، اتمنى ان انا فعلا اكون قدرت افيدك. وسامحني لو كان في اي خطا او تقصير حصل مني. وما تنساش تدعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ان شاء الله ويثبتهم، وما تنساش تدعي كمان لاخواتنا في الثانويه العامه ربنا يوفقهم ويكبر بخاطرهم وخاطركم انتوا كمان. وكمان ما تنساش تدعي لنا وتدعي لامواتنا، وكمان تدعي لوالدنا ان شاء الله ربنا يبارك في عمرهم ان شاء الله. وادعي للي اشتغل على الفيديو ده وتعب فيه، ونشوفك ان شاء الله في فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.